بس انت ينيد بروتين كارب. ايوه، ما انا عشان كده بسال. انا في دماغي انه you're not supposed to eat carbs. انا واحد زي واقف كارب عادي وهعيش، فاهم ازاي؟ because you have عندي في مخزون عندي ستوك عايش. بالظبط. لا بس لازم الكارب ما ينفعش نقطعه تماما. في عالم مليان صدف، في لقاءات بتغير حياتنا، ولحظات ما تتنسيش، وضحكات طالعة من القلب. مع بالصدفة كل حلقة هي رحلة، كل ضيف عنده قصة، وكل دقيقة فيها مفاجأة. سعيد ومازن مستنيينكم، ما تفوتوش الفرصة، لأن الصدفة ممكن تغير كل حاجة. بالصدفة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بالصدفة. انا سعيد وانا مازن. ضيفنا النهاردة مش مجرد مدرب شخصي، هو شخص بيفكر وبيشتغل بطريقة مختلفة تماما عن معظم المدربين. مش بس بيحط لك جدول تمارين وبيمشي عليه، لا هو فاهم تشريح الجسم كويس جدا، وبيعرف يحلل كل جسم مختلف، وبيبني لكل متدرب برنامج يناسبه شخصيا. ضيفنا النهارده قدر مع الشغف والتطوير المستمر انه يبني لنفسه منهج مميز يجمع بين الفهم العلمي والخبرة العملية. سواء كنت محترف او لسه بيجنر مبتدئ زيي، تقدر تحس ان كل تمرين معاه ليه هدف وكل حركة محسوبة. معانا النهارده كوتش حسام الدين. هاي كوتش. بريزي، ازيك؟ ايه بريزي دي بقى؟ بريزي ده هو نيك نيم. انا كنت وانا صغير بحب كريس براون. كريس براون ده مغني. ايوه فنان. بالظبط فنان. بالظبط فنان. كنت بحب يعني بقلده شويه، فاصحابي يعني قالوا لي انت زيه. لا يعني ادينا بقى تقطوعه. لا كنت بعمل بريك دانس وانا صغير. ايه ده بجد؟ شويه. أوكي. تمام. وكنت انا يعني بحب الحاجات اللي فيها موفز. يعني ماليش من الاطفال الغريبه شويه، ما بلعبش فيديو جيمز. بكره انا الفيديو كنت جيمز. كده على فكرة، ما كانش بكره ليا في الفيديو الموضوع جيمز. ده. لا انا بحبهاش. بلعب عادي طول خالص. عمرك رياضي يعني اي حاجه كريس فيزيكال. براون. ايوه اي حاجه فيزيكال. فانا كنت بحب ان اعمل اي حاجه فيها حركه. وانا كنت في الفتره دي يعني بعمل بريك دانس على خفيف كده. اوكي. يعني خفيف. ولسه فكل بتعمل؟ يعني مش في قوي البيت بس كده تقوم متشقلب لك. لا الشقلبه دي ليها علاقه مش بحاجه البريك تانية. دانس هو شقلبه او بينزلوا على ظهرهم يقعدوا يلفوا كده؟ بيعملوا حاجات أيوة. ليها علاقه هي طبعا على قدر كبير قوي من اللياقه. طبعا هتلاقوني بتكلم مصطلحات عربيه لا قديمه عادي. شويه. لا اتفضل. بس لا انا يعني ده طبيعي. لا انا برضو خلي بالك هتلاقي عندي العربي هنا ضايع. لا يعني انا مصطلحاتي اللغويه أيوة. غريبه شويه، بس انا لا تمام. حلو. يعني انا بحب ده. والبريك دانس لا هي حاجه قويه جدا. يعني بتحتاج مستوى لياقه عالي، بتحتاج كور. فلكسبيليتي، كور سترينث، ستابيليتي في حته. انا بالظبط كنت كده. برقص دانس بريك بريك دانس. في الكونسرفاتوار. كنت البطوله بالظبط. كنا بننزل كده ايه. هو مش ده زي التعقيب وكده؟ لا ده خالص. وصل لي. لا خالص خالص. ده يعني مستوى وده مستوى بالظبط تاني. ليفل تاني. طيب انت عارف ان الشو بتاعنا اسمه بالصدفة، فاحنا كل حلقة بنبتديها بنفس السؤال. هل انت بتآمن بالصدف؟ والله يعني هي كل حاجه مكتوبه. يعني انا ده من وجهه نظري ان مفيش حاجه بتحصل لنا في حياتنا صدفه. يعني صح. كل حاجه مكتوبه لنا وبنشوفها. يعني هي الدنيا كلها ربنا كتبها مكتوبه. فانت كل حاجه بتحصل لك في حياتك هي مكتوبه لك ونصيبك. بس هي صح. نصيب. طب مش بتحس انه ممكن نصيبك ده، او يعني ربنا حط لك الموضوع ده في وقت ما، هو اكيد لسبب معين وكل طبعا. حاجة، طبعا بس مفيش حاجة كده ممكن تكون حصلت لك انت شايف ان هي صدفة؟ هي اكيد ربنا مرتبها. بس اللي هو رحت بالنسبة مش لك- عارف فين قابلت حد كده، فاللي هو بالظبط. اشتغلت مثلا، رحت مش عارف فين طبعا. عملت كده، سافرت. طبعا لا حصل طبعا حصل. طب في حاجة بقى معلقة معاك لغاية دلوقتي؟ حاجه معلقه معايا يمكن لما دخلت الفيلد ده. انا كنت بحب التمرين وبتمرن مع اصحابي. فكنت بتمرن مع واحد صاحبي في جيم ما يعني في العجوزة. انا فاكر المكان. مدير الجيم شافني وانا بمرنه. أوكي. فهو كلمه قال له هو ده كوتش. يعني انا ما كنتش لسه خدت اي سيرتيفيكت. يعني انا كنت بنتمرن سوا. فقال له انا عايز صاحبك ده يشتغل معانا في الجيم. وانا ما كنتش اتعلمت اي حاجه خالص عن التدريب. يعني هو مجرد انا بمرنه بحكم ان انا حابب فبعدها انا دخل الموضوع ده في دماغي ورحت قدمت على كورس. اول كورس خدته في حياتي للفتنس او ان انا ابقى سيرتيفايد ده كان فيتنس كام كوتش. سنة؟
كان كنت عندك 2014. اوكي، كان عندك كام سنة؟ انا عندي 29 ده لا احسب بقى. يعني. يعني من اكتر من Yeah, it's a من long 10 time. سنين. اه Long يعني time. أكتر من 10 سنين. برافو والله. فانت درست الموضوع مش بس بدأت. خبرة. بدأته خطوة بخطوة، يعني بدأته أول سنة، يعني وأنا باخد الكورس اشتغلت اوريدي في المكان اللي أنا مم. فيه دلوقتي ده في نفس الشركة. اشتغلت في فرع صغير ما فيهوش بقى بيرسونال تريننج، يعني هو فرع أوكي. صغير جدا في شركة. وابتديت يعني وأنا لسه ما خلصتش الكورس يعني. مم. الحمد لله عملت كذا انترفيو واتقبلت، وكنت لسه كورس فاضل له الامتحان بتاع الكورس لسه ما خدتوش، بس واو، الحمد لله ما كنت شاء الله. اشتغلت يعني. بس حلو قوي. فدي كانت حلو. صدفة بالنسبة لي. بالظبط. كانت صدفة هي واحدة. اكيد مكتوبة، بس هي حصلت لك بالصدفة، وده بالظبط. بقى الكارير بتاعك. بالظبط. طيب بما انك دارس الموضوع وكده، ممكن تشرح لنا شوية ليه مش كل واحد ينفع معاه نفس التدريب، او يعني كل واحد بيبقى ليه تكنيك مختلف في التدريب أكيد. بالنسبة لك وطبعا بالنسبة للمتدرب؟ بالظبط. هو طبيعي جدا ان احنا تكويننا او كبني ادمين حركاتنا واحده، بس وضعياتنا مش واحده. يعني انا كل واحد ليه فريم، تمام، بيتحرك فيه. انا الفريم ده لو انا بزق حاجه، المفروض ان في عضلات معينه بتشتغل، عضلات البوش، عضلات الدفع. العضلات دي لما بتشتغل بتشغل فيها في عضلات اسمها اسيستد ماسلز او مم. سكندري بتشتغل وانا بشتغل وانا بعمل الحركه اللي هي البرايم. ايوه. فانا لما الحركات دي بتشتغل، مش كل الناس بتشتغل زي بعض. يعني وارد يبقى انا عندي بروتراكشن، يعني عندي كتافي لقدام شويه، عندي راوندد شولدرز، ده هيخليني اشغل كتافي اكتر من التشست. اوكي. تمام. لو ايدي واسعه شويه وانا بزق اي حاجه، هتخلي التشست هيشتغل بس ممكن وانا بزق كده كتفي يشتغل اكتر. على عكس واحد تكوينه بروتراكتد، التشست بتاعه لفوق شويه وكتافه دايما لورا، ده هيخليه يشغل التشست بتاعه اكتر مع انها نفس الحركه بالظبط. والاثنين يعني بيعملوا typically نفس الحاجة. نفس الحاجه، يعني نفس الفكره في كل الحركات. يعني كده بقى انت عشان البوينت انت فاهم التشريح الماسلز والعضلات ده بيفرق بقى في الورك اوت. طبعا. يعني انت مثلا لما تيجي تعمل حد ورك اوت، تمام، تعمل مثلا ابر او لور او بوش اور بول والحاجات دي، تمام، هي نفس الورك اوت للناس كلها مثلا لو بول او بوش، ولا بيبقى مختلف لان ده مش هينفع يعمل معاه ده وده؟ المين واحد، يعني أوكي. المين ورك اوت واحد، بس المختلف ان انا الجول بتاعي هيبقى عامل ازاي. يعني انا لو الهدف بتاعي ان انا الوز فات مثلا او الوز ويت، في فرق ما بين الوز فات والوز ويت. الوز فات يعني انا اي حاجه، التارجت بتاعي احافظ على كتله اي حاجه عضلاتي. من الاثنين هينفعوا معايا. انا عايز اي حاجة. اي حاجة حاجه من لوز. الاثنين المهم هينفعوا ألوز معايا. لا بس اكشلي ده كومنت مهم، وبرضه أيوة. اي ثينك يعني انا اكيد مش فاهم زيك، بس انا متاكد انه it's always better ان انت to lose fat مش muscle. بالظبط. اما اي حاجه والله. لا ما هو حسب. انا دلوقتي بلوز ويت، يعني بلوز الاثنين، يعني بنزل عضلات ودهون، لازم انزل الاثنين. في ناس بتحتاج تنزل ده عشان هو عنده حاجه معينه، عنده مناسبه معينه، وعنده ماسل ماس كبيره، وعايز مثلا حاجه معينه هيلبسها، عايز عنده بطوله فلازم يبقى وزنه معين، لازم يلوز. يعني انا كنت فتره من فترات حياتي كنت بقدم في الكليات اللي هي العسكريه، فنزلت في حياتي فتره كده نزلت 8 كيلو ماسلز اوكي، عشان انا ليك كنت وزن. اوفر ويت، اوفر ماسلز، فما ينفعش ادخل. وطبعا ما دخلتش في الاخر طبعا. هو واضح. مش هخس عشان لا قاعد معانا. عملت ما انا قاعد معاكم صح. انا قاعد معاكم. جامد ده نو فلتر عشان تبقى لا جامد. بنحاول لا، حلو. مفيش. هو قذف جابها فاهم كده على ساعتها. طول. لا بس حلو سوري. والله. جامد. بس فيعني نرجع لنقطة الناس كلها مش أيوة. واحد في التمرين. مش واحد، لان انا الجول بيختلف. وضعيتك انت كبني ادم دلوقتي، انا لما بطور حاجة في جسمي، الريفليكشن بتاعها لما هديك تمرين معين، طبيعي جدا لو التمرين ده صعب عليك مش هتعرف تعمله، فانا بأديهولك بطريقة معينة مع انه هو التمرين. يعني ممكن يبقى تمرين لات بول داون، بسحب كده من فوق، هقوله لك بطريقة وهشرحه لك بطريقة، هشرحه لحد تاني بطريقة تانية، مع انه المين وركينج ماسل واحدة. هي الحركة، انا بعمل الحركة دي عشان تارجت معين، تمام.
لا انا بس. بقى البول داون والبوش ابس عارف كل الحاجات دي اي حاجه متعلقه زيرو تمام. ما بتطلعش والله بقى كده عشان الابر سترينث ما فيش. ما ده انا قصدي ده اللي انت محتاج هي تشتغل ديبينز عليه. على التعود، ملهاش علاقه لا تعود يبقى هو اتعودت عملت كام بول ابس في حياتك؟ هي دي. لا حتى لو هو اسيستد، مفيش. حتى لو ما- اسيستد. ما- لا جبت كنت بعمله بالباند. الباند. ايوه بالباند. الباند. ما ده اساس. لا بس اللي هو ممكن احط 2 باندز اللي هو مش اتقل مشكلة. باند اتخن واحد بس كانت بتيجي. لا اللي تمام هو عادي. هو برضه الباند الله يكون في عونه ما هو مع الوقت هقلل الباند ده لحد ما لا ما نشيله وصلتش خالص. بقى، لا بالظبط. بطلت خالص. هنشيله خالص. بطلت بطلت أروح. الباند. أنا بطلت اروح اصلا. جامد. طب احنا لما بنيجي بنتمرن بنسمع دايما عن العدات. تمام. I think العدات دي بقى برضو بتفرق في انه أكيد. انت عايز توصل لايه، سواء انت عايز تخس عايز تبني عضل. بالظبط. فممكن انت I think في كلمة بتقعد تقولها لي في الجيم، تيمبو. ايوه. بالظبط. طب ممكن تشرح لنا كده شوية برضو ماشي. الموضوع ده؟ التيمبو عباره عن التايم اندر تنشن، او الوقت اللي باخده وانا بعمل كل عده مش كل مجموعه. يعني انا بسحب حاجه وليكن تقعد هي تقول لي ارجع بالراحة. بتسحب حاجه في وضعيه بنسميها النيجاتيف او الراجعه من الحركه. يعني انا مم. كونتراكشن لما بسحب حاجه بعمل كونتراكشن. الكونتراكشن ده بيقلل حجم العضلات، وانا راجع العضلات بيبقى عليها لود بس بتطول، بنسميه اكسنتريك او سنتريك. بتقطع بيسك. بالظبط. ايوه كان كوتش بيقول لي اللي هو 1 2 3 عد 1 2 3 وانت راجع في العده بالظبط. او وانت ارجع وانت بالراحة. راجع او ما اعرفش. هو ده. بس انا كنت عشوائي اللي هو ايوه throwing كده. ايوه ما عايز هو أخلص، بيقول فاهم؟ لي لا. عايز 10 اهم. فالتيمبو ده التايم اندر تنشن او الوقت اللي باخده وانا بعمل كل عده. ده بيساعدني في ايه؟ بيبيلد اب السترينث، يعني بيخلي عندي قوه او عضلاتي فيها قوه، وفي نفس الوقت بيبقى فيها جزء من الانديورنس او التحمل. بس ده بيجي بحاجه تانية. احنا بنتكلم ان جنرال انا لما برجع بالوزن بالراحه عضلاتي بتستفاد اكتر. اصل يعني كنترولنج التيمبو ده تمام بالظبط. ده بقى بيساعد في السترينث بس مش شكل. يعني ممكن مش بيظبط شكل معين. وارد بس ديبندز على الاكل بتاعك. اه اكلي عامل ازاي؟ ما انا ممكن اعمل كده بوزن مش مناسب قوي وانا اصلا مش باكل كاربس، او باكل كاربس قد كده وانا الجول بتاعي ان انا انزل. تمام. احنا مش بنقول كاربس حرام، لا هي الجول بتاعي قدامي وقدامه تو لاينز. اللاين الاولاني انا باكل ايه وهل هو مناسب لجسمي ولا لا، وبتمرن ايه اوكي وهل هو مناسب ولا لا. It works together. بالظبط. فانتاستيك. يعني بس ده اللي انا بعمله. انا ده اللي انت بتعمله بالظبط. نعم. بس هو عدد العدات نفسها مهم. دي برضو بتفرق. يعني انا فاكر وانا بخس كنت بعمل عدات كتير قوي، او ويت تمام. قليل بس عدد 20 اكتر. و25 وحاجات كده. بالظبط. ليه بقى؟ how does this يعني تمام. انا لما عندي وليكن بالونه، البالونه دي انا بملاها هواء صح عشان حجمها يزيد. العضلات عامله زيها بالظبط، بس هي احنا بنملاها دم. الدم اللي انا بعمل كونتراكشن ده عضلاتي ليها كاباسيتي دي عشان ليها ليميت هتوصل لحته معينه. انا في الشريدنج او في الوقت اللي انا بنشف فيه، الوقت ده انا محتاج اضخ كميه دم كبيره لعضلاتي. انا هنا مش بغير حجم عضلاتي، في فرق. انا لما بعمل تكرارات عاليه انا مش بغير الحجم، انا بعمل ديفينيشن. ازاي بعمل ديفينيشن او بغير شكلها ازاي؟ ان انا بضخ اكبر كميه دم للعضلات. تمام. في وضعيه يبقى انا اصلا عملت الماسلز، يعني انا اوريدي الماسلز موجوده عندي عضلات. مش بعمل تكرارات كتيره وانا ما عنديش عضلات واقول انا عضلاتي مش بتكبر ليه. تمام. يعني احنا خلينا متفقين ان انا التكرارات الكتيره انا اوريدي عندي البيز، عندي عضلات. تمام. وعايز اغير شكلها اخليها ديفايند بس، فانا ببتدي اعمل تكرارات. ده هيفرق في شكلها. ده بيبرن الفات اللي حواليها. مش بالظبط. تمام. لان انا كده في فتره الشريدنج انا بعمل كارديو، بعمل لو كالوري دايت، او بعمل مثلا ابس اند داونز بنسميها يعني كارب سايكل. ايام بنعلي الكارب قوي، او ايام بننزله خالص بالظبط. دوت بيخليني استخدم الكاربس او استخدم الانرجي اللي انا محتاجها في التمرين. والايام اللي بعمل فيها كارديو مش محتاج الكاربس اصلا، ما بستخدمهاش اوريدي، ما This is بستخدمهاش. really interesting. يعني هو الواحد وهو بيبني عضلات مش بس بروتين. الموضوع مش بس انت تفضل تاكل فراخ زي ما قلت لك. وبيض. فاكر لما قلت لك مش بالفراخ انت عملت كل دي حقوق. بس مهمه.
قلت ايوه لي. طب بس يعني بيبقى سايكل ولا بتبقى مع بعض بس في انت نفس ينيد الوجبه؟ بروتين كارب. ايوه ما انا عشان كده بسأل، اه انا في دماغي انه you're not supposed to eat لا. carbs. لا. انا باكله واحد على زي واقف الفطار. كارب عادي وهعيش، فاهم ازاي؟ because you have في عندي مخزون عندي زيت. ستوك عايش. بالظبط. لا بس لازم الكارب ما ينفعش نقطعه تماما، لان هو كده كده جسمي محتاج كل العناصر، بس على حسب الفيز. يعني انا دلوقتي بكت، فمش محتاج اكل الكاربس اللي باكلها في الايام العاديه. تمام. أوكي. وطول حياتي مش هبقى بكت، يعني في ايام معينه لو عندي سفر، عندي كومبيتيشن، عندي ما انا على حاجه. طول عندي صفا، عندي حاجه طبعا عندك على طول هو سفر. ما عندي حاجه عايز اغسلها لا على ما طول. هي دي كارب. الفكره، هو بيبقى عايش عادي بالظبط. وبعدين مثلا يكون في حاجه جايله كمان فرح، شهر عيد ميلاد، حفله، تمام. مش أوقف عارف كل ايه، حاجة. يوقف يقول انا هخس عشان المناسبه دي. ماشي، بس هو كام يوم بس. ما بالظبط. لا وبحس انه اليويو ده للجسم مش كويس، ان انت تقعد تتخن تخس تتخن تخس. مش لكل الناس، على حسب انا عندي على طول كده الجينات طالع نازل، بتاعتك. انا كل واحد جيناتي مضروبه وجيناته. بالنار، مم. مشيسه. في ناس بتاكل ديزرتس كل يوم لا وبطنها والمفروض الابس انا ما ما بتروحش باكلش طول ديزرت. السنه. بص انا لو اكلت اكله عاديه مهم. اللي الناس العاديه بتاكلها بدخل، اللي هو ممكن ما تعملش حاجه مع حد ميتابوليزم بقى، ده ليه علاقه يعني. بالميتابوليزم بتاع انت- حرقك عامل ازاي، لا مش جسمك بيستخدم الاكل ازاي، لا بيابزورب بيحتفظ. الاكل لا ازاي. هو بيعتز بالاكل. بالظبط. خليه هو حبه خلاص. طب غير بقى موضوع التكرارات والكلام ده كله، فكرة انه الراحة، ليه احنا مثلا بنعمل يوم تشست ونعمل يوم تاني باك ونعمل يوم تمام. تاني شولدرز؟ تمام. برضو ده مرتبط بالبروجرام بتاعي وطبيعه جسمي بيجين ماسلز ازاي وبيلوز ويت ازاي. تمام. خلينا متفقين ان انا الراحه بتاعتي مرتبطه، يعني احنا بنبني البرنامج التدريبي او البروجرام ديزايند على، هو بيبقى ديزايند على الراحه. يعني انا الهدف بتاعي اخس، فراحاتي كده كده قليله، كده كده قليله. تمام. الهدف بتاعي ابيلد استنى يوم ماسلز. الراحه ده. تمام. هبيلد ماسلز بتختلف من بني ادم للتاني كده كده. يعني انا ده بلاحظه او بحط ملحوظه ان انا التمرين مع شخص معين، عشان كده التمرين بيختلف من شخص لشخص. تمام. دلوقتي سعيد في التشست بريس، تشست عنده مثلا اقوى. تمام. فانا هشيله وزن هو عمره ما شاله، بس طبعا يقدر يشيله. تمام. مش اول ست هحط له الوزن العالي، انا بشيله مثلا هو طبيعه جسمه كده، وانا عارف ان طبيعه جسمه كده بحكم التمرين وبحكم ان الناس او الناس اللي مرنتها عارف ان طبيعه الجسم ده محتاج ده. همرنه 2 sets بس ماكسيمم ويت، هيعمل بيه 6 to 8 reps بس، هو يعمل 6 ل 8 عدات خلاص. هنا هو هيجين ماسلز احسن من ان هو يعمل 4 مجموعات في 12 عده بوزن اقل. ليه؟ هو ده تكوين جسمه وده نظام يعني مناسب ليه. تمام. والراحات هنا معلش لا عشان ما اتفضل، اقطعش اتفضل. كلام، انا جاي بقى نقطه الراحه. هو هنا لما بيعمل هيفي ويت 8 to 6 ريبس دول، هو محتاج يرتاح ما بين كل ست 4 دقايق. اوكي 4 دقايق ليه بقى؟ لان هو شايل هيفي ويت، والهارت ريت بيبقى هارت ريت كده بيعلى. اوكي. يعني هو الموضوع مش بس عدات كتيره وخلاص بالظبط. طب مثلا الناس تتمرن مرتين في اليوم دول مش بكده صح؟ على حسب طبيعه جسمه وحسب هو ناتي ولا لا، بني ادم طبيعي ولا. لا أوكي. بس بنسمع دايما لما مثلا ممثل او حد مشهور بيحضر لرول او عنده شهر شهرين اللي هم يشقلب هو لازم جسمه، يتمرنوا مرتين بيتمرنوا مثلا مرتين الصبح وبالليل. بالظبط. بتفرق يعني الحاجات تفرق دي؟ طبعا. طب بس ازاي بقى بيجي بالظبط. حوار الريكفري؟ يعني بيعملوا ايه؟ بيرتاحوا امتى؟ بيعيشوا ازاي؟ هو كده كده تمرينه صبح، تمرينه قبل نهايه اليوم، يعني بيصحى من النوم امم فاستد كارديو، بيتمرن او بيعمل كارديو. بيبقى طبيعه الكارديو اللي بيبقى الصبح وانا لسه ما اكلتش اي حاجه، الكارديو ده بيبقى بنسميه ستيدي ستيت. انا بعمل تريد ميل، بعمل اليبتيكال، بعمل تمرين على جهاز لفتره زمنيه مينيمم 30 دقيقه ماكسيمم ساعه. تمام. ده الفاستد كارديو. وبعد كده بياخد بروتين بقى ويفطر ودنيته وكل اكله تمام، وبينام، لازم ينام شرط اساسي ساعتين مينيمم، نديب سليب لازم. بعد كده يصحى مثلا بعد العصر بقى في وقت قرب لي بالليل شويه، ياخد تمرينه الويت بتاعته. تمام. اه ما بتبقاش ويت وويت، بتبقى كارديو ويت. كارديو ويت. لو حد بادي بيلدر ده الوحيد اللي بيعمل كده، بيتمرن ويتس الصبح مثلا فرونت اللي هو بنسميه انتيريور بادي كله،
وبوستيريور بودي على حسب الكوتش حاطط موزعها له ازاي، بس لازم أوكي. يتمرن ماسلز الاثنين، اوكي. ومش بيبني عضلات جديده. اللي هو ده مش concept بالكترة أساسي. وخلاص يعني. مش بيبني عضلات جديده، هو اوريدي عنده العضلات وحاجته تمام، محافظ على اكله، وبس بيضخ دم للعضلات. يعني هو بلاد فلو بيروح للعضلات بشد تكرارات بقى اللي تو اتكلم مينتين. تمنتين يعني السكنس بقى، العضلات شكلها عامل ازاي، تفضل أيوة. حلوه لحد ما يطلع ستيج. اوكي. فهمت زي ما كنت بقول لك بالظبط. صح. معلش انا يعني ما انا باشمهندس طارق خربها في الحاجات دي برضه، صح؟ اعمل كده يا باشمهندس طارق، اعمل كده. في بلاحظ برضو في ناس بتتمرن علشان هي عايزة to define قوي العضلة وتحس قوي بالعضلة وتبقى يعني الباي بتاعه ظاهر كل فاهم التقسيمات. وفي ناس عايزة to gain strength تمام وتبقى بتشيل اوزان ومش عارف ايه. بالظبط. فبرضو اشرح لنا ايه الفروقات في التريننج، ازاي ده تمام. بيعمل كده وازاي ده بيعمل كده. زي الفل. طبيعي لو انا الجول بتاعي ان انا احسن صحتي بس، يعني في ناس هو رايح الجيم عشان يبقى صحته احسن، مش همه ان شكل جسمه يبقى فيتد قوي او ان عضلاته تبقى ناشفه قوي. فده النوع ده من الناس المريحه الصراحه. ليه بقى؟ لان هو بياكل اللي هو عايزه تمام، بس مش مبوظ، يعني مش بافراط، يعني مش كل حاجه مباحه، هو بياكل اللي هو محتاجه واللي هو عايزه كميات قليله جدا وبيجي معقوله، وبيجي يتمرن في التمرين، مش بيموت نفسه في التمرين، بس بيعمل التمرين المفيد ليه. الجول بتاعه بقى كده تمام، مش الجول بتاعه كده هو اوريدي مبسوط، هو جاي الجيم يتبسط. في ناس جايه الجيم تخرج النيجاتيف انرجي. بالظبط. طب سعيد انهي نوع؟ لا سعيد عنده جول، عنده تارجت. ايه التارجت الجول؟ بتاعه جه قال لك ايه؟ استنى. والله بص، هو جه عايز هو سعيد اصلا بيتمرن من زمان تمام، وكان بيتمرن كويس، يعني بشوفه من زمان بيتمرن كويس. بس هو بعافيه شويه. لا خالص بالعكس، انت ما تشوفوش بقى، انت لو جيت الجيم تشوفه بجد يعني. انت ما تشوفش بقى، انت ما تعرفش هو بيلفت قد ايه. ده بيعمل بي ار وبيعمل حاجات حلوه. بتعمل بي ار؟ هو اصلا مش عارف ايه جامد. ده ايه ده بولي ده ولا ايه ده؟ مش ايه ده؟ بيعمل بيرسونال ريكورد، يعني بيعمل وزن ما شالوش قبل كده. يعني هو اول مره بالنسبه له يشيل الوزن ده. عندنا برضو في حاجه تانية بتتقال دايما في الجيم ممكن تسمعها زي البي ار ده. لا غير عاش. اوكي. يقول لك انا عملت 1 ريب ماكس، يعني واحده بس ويت ما جاش اللي هو ما بنعلي على بعض. اوكي. بس اهم حاجه الاصابات. ايوه. لا خلينا نخلي لا ما هو على طول ماشي ورايا، المهم رقبتك، المهم ظهرك، طب مش عارف ايه، حاسس بايه بس لا يعني ايوه بالظبط، كاني واقف بحاسبك فاهم. لا بس this is why اما انت في ناس كتير بتتمرن على التليفون ومش عارف ايه، انا ما بحبش كده. انا ببقى عايز حد معايا يشجعني ويقول لي والبوستشر بتاعي وبيبقى تحفيز زي ما انت قلت. البي ار ده انا عمري ما هوصل للحاجه. انا لما اصلا وانت مش موجود انا ما بتمرنش، يعني بروح كارديو. بروح اعمل كارديو بس. وساعات بيبقى في نية ان انا انزل اتمرن. بنزل اسلم على كام واحد وامشي. ما بعملش حاجه يعني. ما I can't. طب يعني دلوقتي لو حد عايز بس يضخم ماسل وخلاص، يكبر الماسلز تمام، ده بقى مش عايز بيرفورمانس، مش فارق معاه حاجه. لا بس لازم الاثنين هي لا هو بيرفورمانس الحاجه واحده، ايه ما يجيليش اصابات. اوكي. يعني في مقوله كده بيقولوها دايما في الجيم، ان اللعب الغلط بيطلع عضلات. يعني في ناس كتير بتتمرن غلط وعندها عضلات. مفيش ناس ماسلز قوي في الجيم وكده، بس هم بحسهم عشوائيين في التمرين. لا بجد في عشوائيه في الورك اوت، في الطريقه، فاهم؟ اللي هو انا اللي هو يكون الكوتش قايل لك لا اقعد كده وافرد ظهرك ومش التاني اللي هو فاهم. بس ويتس كبيره برضو، حاجات كتيره قوي اولد سكول. اللي هو صلي. لا اولد سكول بالنسبه للبودي بيلدينج. يعني انت لو اتفرجت على الناس اللي بتتمرن دلوقتي او الشخصيات المعروفه اللي طالعه دلوقتي على الساحه بتاعه الفتنس او البودي بيلدينج، هي متقسمه كلاسز، كل فئه بيتمرنوا برولز. تمام. الرولز بتاعت زمان، يعني ايام ارنولد كان بيتمرن تمارين كتير غلط. يعني انت هتشوفها كبايو ميكانكس علميا انت بتعمل حاجه كوعك هتخلع، كتفك طالع، يعني فول رينج اوف موشن، دبل رينج اوف موشن. هو اصلا الرينج لحد هنا، بعد كده كتفي شغال، هو بيلعبها وبيطلع عضلات وراجل بطل. اوريدي احنا بس مش هنقدر نتكلم على حاجه هو عملها
غلط. بس لو جينا في الناحيه العلميه، لا هو بيعمل حاجات كتير غلط، بس ستيل هو عمل بطولات وعمل ما طب ازاي يعني؟ هو حظ ولا مش حظ، لا لا، strength ولا كده سترينث كده. أوكي. بس هي النقطه في ان هل الناس دي ما عندهاش مشاكل لما كبرت؟ يعني الناس اللي كانت بتتمرن باولد سكول مش غلط ان جنرال، مش غلط، بس انا لما ابقى عارف الصح ما اعملش الغلط. صح. يعني افويد كل ما هو انجريز، كل انجريز افويد كل حاجه، ركب باك فاهمك. عين كل حاجه. طب واحنا بنعمل ريسيرش كده للحلقة دي، مهم. في كده حاجة شدت اعجابنا، it was very interesting، اللي هو موضوع الانرجي سيستم تريننج. تمام. بس انا ما فهمتوش بس بصراحة قلت له ايه اللي انت حاطه ده؟ انا ما قلت له انت فهمتوش. فاهم ايه ده؟ تمام. فبس it was very interesting لانه حاجات على الطاقة وحرق الطاقة بالظبط. فممكن بقى تبسطها لنا كده وتشرحها لنا بالبلدي. بالبلدي البسيطه. لا بس برضو طيب. اللي فيه يعني ديب شويه كده، يعني اشرح براحتك ما بسيط. تبسط يعني. ماشي. هو الطبيعي ان احنا عندنا الاساسيين 3 مصادر للطاقه، او جسمي بيستخدم الاكل عشان يطلع طاقه. فعندنا 3 مصادر او 3 باثويز. اول واحد اللي هو الاي تي بي، هو اختصار لحاجه اسمها ادينوزين ترايفوسفيت. هي مركب جوه جسمنا كله مركبات. المغزى منه ان انا اول حاجه بعملها في حياتي، او اول حاجه بزقها، اول وزن بعمله، الزقه الدفعه الاولانيه اللي بعملها دي، جسمي بيستخدم يعني النوع ده بس من الطاقه عشان يديني الزقه الاولانيه. في وزن هزقه هعمل بيه تكرار واحد، هعمل بيه 20 تكرار، مفيش فيه مشكله. بس الزقه الاولانيه دي لو تقيله شويه، جسمي بيستخدم النوع ده من الطاقه. ودوت اللي بيخلينا نستخدم الكرياتين اللي احنا بنشتريه، بيساعدني شويه في الاي تي بي، لان هو معمول من ده. يعني هو ده نفس المركب ان جنرال، نفس المركب. تمام. فانا الكرياتين دي حاجه كده خصله من الخصال بتاعته، ان هو بيعمل الحاجه دي. فده اول باثوي. تاني باثوي عندي الجلايكوتيك او الجلايكوليتيك على حسب ما بيسموه. الجزء اللي انا بستخدم فيه جلوكوز، او ان جسمي بياخد كاربس. الكاربس دي لما باكلها ايا كان نوع الكاربس، مش شرط كومبلكس، انا اي حاجه في الدنيا فيها كاربس ما عدا الحاجات البروسيس اللي بقى اللي شايلين منها الكاربس. انا دلوقتي كلت، فالاكل دخل معدتي، اتهضم، راح الامعاء، ابزوربشن، راح للدم. لما بيروح للدم عندنا حاجه اسمها جلايسيميك اندكس، او مده ارتفاع السكر في الدم. الدم هيفضل فيه سكر لمده قد ايه؟ تمام. الجلوكوز ده، تمام، انا جسمي بيخزنه في العضلات از جلايكوجين، او جلوكوز جوه عضلاتي. ده العضلات بتاعتي الستور مخزنه شويه طاقه. بستخدمها امتى؟ لما بعمل تكرارات. تمام. من بعد تاني او تالت تكرار، اول ما بعمل تمرين ممكن استخدمه، بس مش في الكارديو. يعني بستخدمه مش في الكارديو قوي، بستخدمه في حاجه بعمل فيها تكرارات. بيبدا جسمي يستخدم الجلايكوليتيك ده او الباثواي ده في انتاج الطاقه في الحاجه دي بس. عشان كده احنا لما بنيجي نتمرن بقول لك كل كاربس قبل التمرين، صح. عشان احنا بالليفت ويتس بنعمل تكرارات. لو انا مش واكل الكاربس، جسمي هيقدر يعمل تكرارات. يعني خلصنا اول ست، تاني ست، تالت ست، نيجي نخش على الشكل اللي بعد كده، هلاقي مفيش انرجي، مفيش الانرجي، مفيش الباث واي ده بتاع الحاجه اللي احنا عايزين نعملها. الباث واي الثالث بقى الاخير اللي هو بتاع الانديورنس. لا بس ده موضوع كبير. خلي بالك انت قربت شويه. لا انا قربت. لا بس خلي بالك انت ما بتفكرش في كل الكلام ده وانت بتتمرن، بس هي it makes sense ليه انت يعني هو انا دلوقتي فهمت ليه المفروض تاكل كاربز او تاكل حاجه قبل ما تروح الجيم. انا كنت بحب اروح انت بتروح اصلا، لا انت بتروح من غير ما تفطر. ايوه ما بفطرش عشان انا ما بعرفش افطر، بس ما انا فعلا ببقى تعبان. بالظبط. بتحتاج بقى انرجي درينك او بري ورك اوت او حاجه عشان يديك البوش. بس اظن لو الواحد كل مش هيحتاج. في فاضل بقى الثالثه. تمام. الثالثه هو نظام بنستخدم فيه الاكسجين اكتر. تسمع دايما كلمه انا بلعب كارديو. تعرف ليه كارديو جت منين؟ كارديو جاء من كارديو فاسكولار تريننج، او اللي هو الجهاز الدوري اللي هو بيستخدم، اللي هو بدايته القلب بيضخ دم، الدم بيروح للرئتين اللي هو اللانجز دي وظيفتها ان هي
تاخد الاكسجين من مناخيري، انا بشم الاكسجين بيدخل جوه، الاكسجين من الالفيولاي اللي هي الشعب الهوائيه بتاخد يعني الالفيولاي دي اللي بتاخد الهواء تسحب منه الاكسجين تحطه في الدم عن طريق الالفيولاي يجري بقى في باقي جسمك. اوكي. تمام. فالاكسجين ده هو ده الباثوي الثالث. بيتوه منك والله. يبقى الاكسجين بالنسبه لي الدنيا هنا فاهم؟ دماغ باظت دلوقتي. انا دلوقتي بستخدم في النظام الثالث او الباثوي الثالث الاكسجين. مم. بستخدمه في ايه؟ لما بعمل تمرين كارديو زي ان انا امشي فتره طويله او اجري لفتره طويله، جسمي مش بيستخدم حاجه غير الاكسجين، يعني مش بيستخدم الكاربس. عشان كده احنا نقدر الصبح نعمل فاستد كارديو، انا مش واكل ونايم 5 ل 8 ساعات او اكتر، فجسمي ما فيهوش طاقه. ايه الفكره ان انا استخدم الاكسجين ده؟ بيخليني استخدم الكاربس المتبقيه والدهون اللي في جسمي. تمام. اوكي. واحرقهم. انا بحرقهم، عشان كده بعمل كنت فاستد. لسه هقول لك اصلا طب ازاي ما احنا المفروض بنجري عشان نحرق؟ ايوه ما هو ده، ما هي دي الفكره يعني دي بقى انت. من الحاجات المتراكمه. بس اللي هو- الويت هي اللي ما تنفعش عشان ما تنفعش. بتحتاج حاجات تانية. الجلايكوجين ده. الجلايكوجين اللي هو هي الجلايك- بيجي من الكارب. بالظبط الجلايكوجين. السكر. طب مثلا الناس بقى الكارديو، بارت الكارديو تمام؟ بتعلم يا انت جماعه. بقى عشان تعرف تجري كتير او سرعه تكبر، مش تمشي بس كده تمام؟ تمام. ايه بقى ازاي تظبطها؟ انت ماشي. فاهم قصدي؟ يعني بوينت اللي هو فهمت. طب مثلا انا ساعات بعمل كارديو تمام، بتمشى اجري ثانيتين لا سوري دقيقتين، فالاقي لا جنبي يوجعني او مش عارف، انت فاهم؟ عارف انت اللي هو كرامبس أيوة، وبطنك لا مش تشد كرامب، ما تحسهاش كرامب، لا بحس هو ان مش هو قادر من جواه. ايوه بيحصل- فاهم؟ بيحصل. أو ممكن بقى طقطان، ماليش طقطان، مش عارف، بس اللي هو مش قادر. عارف هو انت مش ده؟ قادر ليه بقى؟ لان انا ما حطيتش جسمي او ما عودتش الكارديو فاسكولار سيستم ده، ما اتعودش يعمل المجهود ده، وده بنسميه ستامينا. ستامينا ده قدرتي على ان اعمل مجهود لفتره زمنيه طويله، بس مجهود للكارديو فاسكولار سيستم. يعني انا أوكي. بجري، فانا نفسي شغال بطريقه معينه، عشان كده بقول لك وانت بتتمرن خرج نفس. ليه سوري بس بقى. ايوه. ليه ناخد نفسنا من مناخيرنا وانت لما انت ما تنفس وخلاص؟ بتنظم انت فاهم قصدي؟ في فرق جامد كمان. ايه الفرق؟ انا دلوقتي لما باخد نفسي من مناخيري فيها شعيرات بتنقي الشراشيب الهواء. بالظبط. بتنقي الهواء اللي داخل غير الليكويد اللي جوه. اوكي. تمام. ده بيقلل الفيروس، يعني في فيروسات في الجو. فانا لو ما خدتش نفسي من هنا، النفس هيدخل من بقي. لو دخل من بقي ما عنديش الحاجه، لا شعيرات ولا عندي مخاط ولا عندي اي حاجه. فالاتربه وكل حاجه بتخش صدري. باخد اكسجين اكتر، بس باخد ضرر اكبر. عشان تمام؟ كده شوف الناس اللي حاطه ماسك كده على وشها وبيجري، ده عشان تنفس براحته بقى. نفس براحته. ليه؟ الماسك ده بيقلل الاتربه اللي داخله، فهو يقدر ياخد اكسجين اكتر بضرر اقل. تمام. وده بيعمل مشاكل يعني ده بيعمل، يعني مش مشاكل، بيعمل حاجه تانية او طريقه تمرين تانية للناس اللي بتتمرن في اماكن عاليه. يعني اللي بيتمرن في جبل الاكسجين اقل، الناس متعوده تتمرن في مكان فيه اكسجين اقل، لما يتمرن في مكان فيه اكسجين اكتر هيبقى اكيد فارق، هيبقى اقوى بكتير من الناس اللي بتتمرن في اكسجين عادي بس. فهو بيعمل اتمرن وخلاص اكسجين. اهم حاجه تتمرن. طب في ناس كتير بيبقى عندها بقى ديسكات او مشاكل في الكتف او مش عارف ايه، وبتلاحظ انه مدربين كتير كل اللي بيعملوه بيضيفوا تدريب تأهيل في الاول، يقول لك سخن كويس ولا مش عارف اعمل ايه في البند تمام. بس انا بحس ان انت بتركز في الموضوع ده وبتبني كمان التمارين نفسه حوالين الاصابة دي او حوالين المشكلة دي. تمام. فازاي ممكن نعمل كده، او ازاي ممكن نركز على الاصابة ونعمل تمارين حواليها؟ تمام. انا مثلا وليكن عندي لامبر ديسك او في اللور باك. لور باك لامبر دي الجزء الاخير في الظهر. اللور باك من تحت خالص. تمام. في جزء العصعوصه بالظبط. خلينا في العصعوصه. تمام. عندي ديسك. الديسك ده عباره عن ضغط. عباره عن انا عندي الفرتبرز او الفقرات عامله كده. تمام. ما بينهم جزء الطري اللي هو الغضروف. انا دلوقتي قاعد مايل على جنب او اتعودت اقعد مايل، فانا ضغطت على جزء من الغضروف فخرجته بره، فضغط على جزء من النيرف. عندي نيرف ماشي، فعامل لي الم. وليكن الالم فين؟ بس عندي ديسك. يعني الدكتور شخص عندي ديسك. هو بيشرح دلوقتي ازاي الجسك ممكن يكون جه. اوكي. تمام.
الديسك ده نسيته بتاع المهم عنده ديسك، في حد عنده ديسك. المهم واحد عنده ديسك وجاي يتمرن، هل لما هديله تمرين مثلا سنجل ارم، اي تمرين سنجل ارم، هل مم. ينفع ان هو يعمل تمرين سنجل ارم؟ معلوم. مش احسن حاجه، لان انا اي حاجه بعملها بدراع واحد بنسميها بتحمل على يوني لاترال، اوكي. بيحصل روتيشن، السباين بيعمل روتيشن. فانا الكور ده اللي هو عضلات محيط الوسط، الابز واللور باك والجلوتس، بتنجيج مع بعض عشان تخليني ما الفش. انا دلوقتي واحد بيجنر او واحد عنده ديسك، ده معناه ان الكور بتاعه ضعيف، تمام؟ فما ينفعش مثلا ان انا اديله تمرين مش تشست سبورتد، بيعمل باك يعني بيسحب حاجه لورا، ايوه اللي هو مش واحده بس لازم كده. بالظبط. اللي ما هو ينفعش لازم يعمل اتنين. روتيشن، فما ينفعش يمسك دراع واحد، ما ينفعش يكون بيعمل سيت درو مثلا او بيسحب حاجه وصدره مش لامس. انا لو اوكي. صدري مش لامس انا اوريدي بحمل اكتر، في بريشر على ظهري، ما انا هسحب باللور باك. بس هو لو فارد ظهره عادي خلاص. لا هيبقى لا، في بس اللي هو بريشر. مش المفروض تعمل كده ظهرك. بس he تمام. needs something آه. for the pressure بالظبط اللي هي بتاعته قدام. عشان you don't lock your back قوي بالظبط. وانت بتسحب. اوكي فهمت. حاجه فهمت. تريزست تشغل تريزست بس يعني انت your shoulder. بالظبط قاعد ساند الشست ومايل سنه بوسطك لورا، عشان وانت بتسحب يبقى في حاجه بتريزست الويت اللي انت بتسحبه ده، فما يبقاش اللود على ظهرك، يعني ما يبقاش اللود على البوينت اللي هي فيها الديسك. معطوبه. بالظبط معطوبة. بعرف. بس اللور يعني ده مش اقوى حاجه، يعني مم. اقوى حاجه او اكتر حاجه فيها مشاكل الكتف، دي ده اكتر حاجه ممكن ناس تعجز كتير. البني ادم. لا استنى كتير اصلا لما بورك اوت، لما يعني هنا الشمال دي مهم. بتوجع على طول. تمام. انت قصدك اول ما انت ورك اوت مرتين ثلاثه، مره مثلا ابقى بزود ويت هنا وجع على طول بقى شغال عايش بيه. يبقى اكيد في البول داون انت بتسحب. ده عشان انا مش باكتيفيت اللور باك اللور تراب، مش باكتيفيت اللور تراب. الجزء ده في جزء انا كده قبل ما ببتدي التمرين ببتدي اعمل زي ما بنعمل لما بقولك بنعمل لات بول داون، بتعمل ديبريشن ده انا كتفي بره بسحبه لتحت كده. اوكي. الديبريشن ده السحبه اللي انا بعملها دي باكتيفيت عضلات بتخلي الهيومرس او العظمه دي في مكانها، طول ما هي في مكانها اللات تشتغل مظبوط، فكتفي ما يعملش كده. اوكي. طالما هي في مكانها وانا بسحب هيفضل في مكانه. يعني هي بيسكلي تسخين، حاجة لازم تعملها بالظبط. في الأول تسخن بالظبط. بيها. والاكتيفيشن ده اهم جزئيه من بعد الورم اب، يعني بعد ما بعمل ورم اب على تريد ميل وليكن اي حاجه بسخن بيها جسمي، لازم اعمل دايناميك ستريتش واكتيفيشن للماسلز اللي انا بعملها او اللي انا هشغلها النهارده. فلو ما عملتش الاكتيفيشن ده وانا مخي مش حاضر، زي بالظبط لما تبقى ماشي ماسك الموبايل وفجاه رجلك تتلوي، رجلك اتلوت ليه وانت ماشي؟ ما انت بتمشي متعود تمشي، اصل المشي ده انا مش بفكر فيه. صح. بس اول ما دماغي بتتشغل في حاجه النيرفس سيستم بيجلتش كده، بيحصل جاب في لحظه. برجل. بالظبط. في ايه بالظبط. فانا اول ما احط مشط رجلي مش هيحصل بالانس. اول ما احط مشط رجلي الجزء القوي هيغلب. الجزء القوي في الرجل الكالف السمانه، اول ما ادوس السمانه تروح زقه مشط رجلي لفوق هيحصل تويست. اوكي. ده بسبب ايه؟ مفيش يعني هو في ماسل مايند كونكشن بس مفيش اكتيفيشن. طول ما انا منتبه في اكتيفيشن، مش منتبه عضلاتي مش شغاله مظبوط. انا الحمد لله منتبه. That's why احنا بنتمرن. انا يعني لا بجد، واحنا بنتمرن بتبقى دايما بتقولي ركز في العضله دي اللي هو احنا بنلعبها يعني. بالظبط. اللي هو بص وركز. ميك سنس. والله كلام والله ديب طبعا. طب بص، في ناس كتير برضو بتيجي الجيم بتبقى، وانا واحد منهم، ببقى عايز اعرف انا ايه اتقل حاجه هقدر اشيلها، تمام، حتى لو الشخص مش متمكن قوي. ايه السيفست واي بقى؟ او انت كواحد ما بتبقى انت اكيد مش عارف هو وهي is it important اصلا انا اقعد اشيل ويتس كبيره وخلاص، اللي هو عشان جبت الويت مش كبيره وخلاص؟ فاهم قصدي؟ مش هي برضه فكرة- حاجه تانية اللي هو طب ليه انا لا انا ما هو انا ببقى ولا؟ ايوه انا ببقى عمال اشيل مثلا 20 كيلو وجسمي ما بيكبرش ها. عشان اتعود، فببقى عايز اشيل 30 و40 عشان اقطع الماسلز اكتر فتكبر، مش اللي هو عشان رقم اروح اتفشخر بيه. لا يعني مش حاجه فانسي يعني. مش قصده انا مش رايح اعلي على الناس في الجيم، لا بالظبط. انا عايز اعرف انا الويتس اللي بشيلها دي طب ما غيرتش في جسمي ليه، او هل الويت اللي انا بشيله ده كفايه ولا لا. بالظبط. طب سوري، بعد قد ايه المفروض يحس ان هو الويت ده مش عامل معايا؟ يعني مثلا بقاله 3 ويكس 4 ويكس ده صح، مفيش حاجه فرقت. ده صح. اكيد في خلل يا اما في البروجرام يا اما في الاكل. ممكن اكون باكل كاربس قليله فمش قادر اشيل ويتس، وارد.
وممكن ابقى مفكر ان انا باكل كاربس كتيره وانا باكل قليله. ما هو على حسب جسمي انا مش كل الناس لما بتاكل كاربس جسمها بيستخدمه كله. انا لا، انا كده، انا لما باكل كاربز ما بتروحش طاقه، هي بتروح دهون، بدخن. بالظبط. ده ليه؟ ده ممكن يبقى ليه علاقه بان عشان ما انا بعملش ال10 دقايق كارديو قبل ما امشي كل يوم. لا مش بدي بس، انت لا. بتعملهم على طول؟ يعني بس هو بيبقى عايز 20. لا لو بكلمه كتير بيقول لي أيوة. انا بعمل الكارديو. ما هو بيبقى عايز 20 ببقى عايز انا بعمل 20. 10. لا، هي ليها علاقه بان انا الستورز بتاعتي مليانه ولا لا. يعني ايه؟ يعني انا عضلاتي هي الستورز اللي بخزن فيها الطاقه عشان اتمرن تاني. انا دلوقتي الستورز دي اتملت ازاي؟ انا اكلت وجبه كبيره شويه، ممكن تبقى حجمها صغير بس كالوريز عاليه، تمام. فانا الوجبه اللي انا اكلتها دي فيها كميه سعرات. الكالوريز دي لما انا بدخلها لجسمي، جسمي يستخدم اللي هو محتاجه، واللي مش محتاجه بيخزنه فات. بيخزنه فات عشان لما يحتاجه. هو مش بيخزنه عندي، يعني هو مش ايوه. هو مش بيعاندني، هو بس كل اللي محتاجه ان انا يوم ما ماكلش الاقي فيه ستورج من الفات هستخدمها، تمام. بس طبعا بيلجأ للماسلز يقللها في الاول عشان نبقى على علم بس. عشان اسرع صح للجسم. مش فكره اسرع، بس هو مش يعني مش في يوم وليله، يعني مش يومين 3 جسمي هيبريك داون الماسلز. لا، هو بيستخدمها لما اكون انا قعدت 10 ايام اولموست ما باكلش، ما دخلش حاجه، فيبدا ياخد من الاثنين على حسب المجهود اللي انا بعمله. بعمل مجهود بدني قوي شويه هياخد من عضلاتي. بعمل مجهود على لونج تيرم، يعني بتمشى كتير مثلا، لا هياخد من الفات كده كده. طيب بس برضو انت ازاي بتعرف ايه اقصى ويت الواحد ممكن يشيله؟ على الماشين امن حاجه. يعني انا دلوقتي في الشيست بريس بالبار، البار مش امان لو انا لوحدي، تمام، او مش معايا، مش سبورتد، مش معايا حد فاهم يعني عارف هو بيعمل ايه. لان انا لما هاجي ادي لك وزن تقيل، انا مش بخليك تشيله في الاول، لا انا بدي لك، انا برفع لك الوزن فانت تاخده من بوينت امان، يعني دي امان. على عكس بقى الوزن تقيل وانا برفعه من مكان، فانا في انجل كده رايحه من كتفي اللي شايل فيها الوزن مش التشست، صح. فالانجل دي خطر على كتفي كده كده. التشست وارد انه يشيل اكتر من الكتف، وارد. في ناس بتشيل في الكتف اكتر من التشست. فانا دلوقتي دي يعني بوزيشن مش صح، فانا لازم حد يديني الوزن ويبقى مأمني وانا نازل في الرينج، وانا طالع حاسس للحظه ان انا خلاص الوزن مش هفيل، روح شايله مني، تمام. عشان كده مش بنقول امان قد ما انا اعملها على ماشين. يعني عايز اكسر وزن جديد، اروح على ماشين تشست بريس، انا بشيل على البار البار وزنه 20 كيلو وانا بشيل 20 فدي توتال 60 كيلو، احط 65 على الماشين واجرب، تمام طلعت معايا، ممكن ازود هنا 2.5 وهنا 2.5، هشيل ال 60 بعد كده. صح. طب بس فري ويت ولا ماشينز؟ ديبند على برضو الجول. لو الجول بتاعي سترينث، واحد بيعمل اوفر اول سترينث، الاثنين صح، تمام. بس لو انا عايز اكبر حجم العضلات خليني على الماشين فور سيفتي. لا هي الماشينز اسهل اصلا. فور سيفتي هو واي. بتاع رايح جاي في مكان وانا اقول لك بروح وارجع ليه، معاه. ليه. ايوه ده ماي اون اوبينيون، يعني مش حاجه، والله مش رول. والله لسبب واحد الايزوليشن. انا دلوقتي في عزل للعضلات، انا دلوقتي مش بعمل جروب اوف ماسل. انا لو عايز اكبر عضلات معينه هلعبها على الماشينز. لو انا عندي اوريدي العضلات وعايز اطور من شكلها، هعمل كومبلكس موفز، يعني هعمل باربل عادي، اعمل دمبلز. بس ده ما يمنعش ان انا في وقت بحتاج اشتغل بالدمبلز واحتاج اشتغل على حسب العضلات. انا عضلاتي مش هقعد كل مره هشتغلها على الماشين بس، انا محتاج الاثنين بس باختلاف الجول. انا بحس الماشين بتبقى بريسايز اكتر، او بتارجت العضله جوه العضله او الحته دي في العضله. لا ولذيذه الماشين، هو بس بنقعد كده فاهم، تخلص الست تمسك الموبايل شويه، تقعد تعمل الست الثانيه بالظبط، الثانيه بقى حد ترجع دمبل وتحط الدمبل. لا بس برضه تشيل البتاع انت فاهم قصدي؟ انا فاهم. فالثانيه فاهم. طب ماشي، في طرق تانية بقى غير ال1 ار ام دي، تمام، اللي هي ممكن تساعد في تقييم القوه بتاعت الماسلز. بالظبط. قوه الماسلز انا ال1 ار ام زي ما قلنا ممكن اعملها بالماشين، والطبيعي او عندي دايما يعني اسس لكل تمرين ممكن اقيس بيه. يعني ممكن اقيس بالبنش بريس، انا كنت بشيل 70 كيلو، تمام، بعمل بيه 12 عده، ده معناه ان انا ممكن احط 30% زياده على الوزن واعمل بيه 2 ريبس، يعني ممكن احط وزن ازيد واعمل بيه 1 ريب ماكس، تمام. بس زي ما قلنا لازم يبقى
متامن، يعني انا في بني ادم واقف ورايا مم. وفاهم بيعمل ايه، مش اي حد في الجيم. سو هو كده رينج التزويد 30%؟ 30% عشان اقرب لل1 ريب ماكس. انا ممكن يبقى الريب ماكس بتاعي اكبر، اوكي. ديبند على الاكل بتاعي. اي بودي بيلدر في الدنيا تمام اكله مختلف عن الويت ليفتر. الويت ليفتر ده حد تاني. لا لا ده حد ممكن تلاقيه هو ايوه. ماسلز كبيره بس فات اكبر. ليه بقى؟ لان هو بياكل كاربس لا تتوقع، يعني لا يتخيلها العقل. ما هو تمام؟ ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، انه ده واحد عايز بس يشيل اوزان، بالظبط. لكن مش مكرونه فارق بشاميل له. عادي. ياكل كل حاجه. ايوه، لا طب على أنا عايز فكره بقى. في ناس انا بشوفهم موجودين عندنا في الجيم مم. جسمهم انت من بعيد شايفه تخين او بالظبط. مفيش عضلاته مش مرسومه. بس الباور لا بتاعه بس هو باور. فاهم، بس آه. الباور بيشيل 150 و200 ارقام واو. تجنن. I think هو ده الفرق يعني. بالظبط. طيب وبالنسبة بقى التكرارات والأحمال والكلام ده أكيد ممكن يعني يتعب لك أعصابك، في اللي هو مش أعصابك كتوتر، أعصابك كأعصاب طبعا. جسمك طبعا. كان افكت. فإزاي الواحد يعرف إمتى أو يعني يعمل بالانس للموضوع ده من غير ما يأذي نفسه؟ تمام. هل هو مجرد إن أنت تركز مع نفسك تبقى عارف إن أنا ده آخري مثلا، ولا هو كده كده بيبان في ايه؟ اول حاجه في ناس تقول ان انا لما احس ان عضلاتي بتترعش او دراعي بيترعش ده معناه ان عندي مثلا انفلاميشن في السنترال نيرفس سيستم او حاجه، بس ده مش صح. هو طبيعي جدا ان انا لما بشيل اوزان او بعمل لود على جسمي ان انا افكر بس ده لود على جسمي، يعني ده ستريس. تمام؟ ان انا احط حمل على عضلاتي ده ستريس. اي حاجه بعملها في حياتي زياده عن اللي الجسم بيعملها هي ستريس. تمام؟ فانا لازم ده بيرجعنا لحته الريكفري. انا زي ما بعمل ريكفري لعضلاتي انا محتاج اعمل ريكفري للنيرفس سيستم، زي ان انا اسبورت دايما النيرفس سيستم بالمالتي فيتامين المناسب ليه. ولازم يبقى عندي افشنسي، يعني مش باخد اي مالتي فيتامين، لا انا عندي مثلا نقص في البي 12 فانا محتاج اخد بي 12. بي 6 محتاج اخد مش بي 6. الباك اللي فيها مالتي فيتامين فيها كله دي. بالظبط، مش كل الناس محتاجه المالتي فيتامين. يقال ان احنا اكلنا ما بقاش زي زمان في نفس الفيتامينز وكل حاجه، بس انا لو ما عنديش افشنسي مش محتاج اخد تالود زياده. فاهم؟ اي حاجه باخدها ممكن تعلي الانزيمز، الليفر انزيمز عادي تعليها، بس احنا مش بنتكلم في حته ان هي بتعلي او لا، بس انا محتاج ان انا اخلي بالي ان انا بعمل تمرين، فالتمرين ده بيعمل لود على السنترال نيرفس سيستم، فده بيخليني محتاج اعمل له ريكفري، زي ان انا انام كويس، اقلل كافيين وده ما بيحصلش، نشرب قهوه طول اليوم وكل مشروبات الطاقه بقى مليانه. تمام؟ فانا محتاج، هتلاقي حتى في معظم مشروبات الطاقه حاطين بي 6 وبي 12 حاطينها جوه يعني الانجريدينت. بالظبط. ليه هو حاططها ليه؟ عشان يقول لك لا انت زي ما بتحط ستريس احنا بنشيله لك بده. فده نوع من الماركتنج ان هو بيحط البي 12 والبي 6 في قلب البرودكت عشان يحسن من مبيعاته فالناس تشربه. بس انت يعني انا ساعات بتحصل لي لما مثلا ببقى بتمرن حاجه باك ريليتد او حاجه تقيله قوي بتلاقي رجليك بتترعش. تمام. فهل ده بيبقى ايه بيكوز هي تقيله قوي، ولا ده مشكله في الاعصاب ولازم تريكفر ونرتاح؟ تمام. ونفتح منها ونخلص بقى خالص. بجد نوقف التمرين. لا قصدي يعني نخلص بقى نرتاح انه نريح يعني نريح يومين ما نشتغلش على العضله دي، ولا حتى لما بتلعب ليجز مثلا بتعمل مش عارف اسمها ايه الليج بريس والليج بتلاقي رجليك بتترعش. وارد فدي اعصاب ولا ده عشان الوزن تقيل؟ وارد الاثنين. تمام؟ يعني وارد يبقى عندي ان عضلاتي ضعيفه مش قادره تشيل وزن دلوقتي. وارد ان مفيش كميه دم كفايه رايحه للعضلات فتخليني احس بالرعشه دي. تمام؟ والطبيعي او المين او الحاجه الكومن في الموضوع ان انا لما ببقى شايل وزن جسمي او عضلاتي مش متعوده تعمله، مش متعوده تزق الوزن ده دلوقتي. بتكلم ليه دلوقتي؟ لان انا وارد في تاني ست ما يبقاش فيه الرعشه، تالت ست الموضوع عادي. ده معناه ان كان نقص لدخول اللي هو البلاد فلو للعضلات. تمام؟ ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني وارد يبقى عندي طبعا لو التكرار يعني الرعشه دي بتتكرر في كل تمرينه يبقى في حاجه، يبقى انا عندي افشنسي، عندي مشكله. ممكن النيرفس سيستم في الحته دي فيه مشكله. ممكن يبقى ازاي تريحه؟ طيب هاو تو فيكس ات؟
يعني بيتعمل ايه بقى؟ لازم طبعا احنا مش بنوصف الدواء للناس، يعني لازم مم. دكتور يشوفك قبل اي حاجه لو الموضوع لو يستريح. ميديكال بقى الموضوع لو بقى- ميديكال كيس، يعني انا دلوقتي رجلي بتترعش لما برفعها، اول ما برفعها بتترعش، ده معناه ان عندي مشكله، لان من الطبيعي ان هي ما تترعش. تمام، مم. اكيد في حاجه مش ممكن من الويت مثلا؟ لا انا قصدي لو برفع رجلي لوحدها من غير ويت عادي كده. وبتترعش، ده معناه لا ده ان في افشنسي في حاجه. مم. تمام، صح. لكن لو انا بويت وتاني مره بدا يقل، خلاص الموضوع عادي. مم. وفي حاجه تانية اسمها موتور يونتس او مراكز الحسيه، اللي هي انا دلوقتي بقدر احرك التشست. مم. بحرك التشست ايه ده ليه؟ شفت انا بحرك التشست ليه؟ انا مش القدره دي جت منين؟ جت من التعود ان انا بدات احرك التشست للونج بيريد مم. على مدار ايام وساعات أوكي. تمرين، هي بتتحسب بالساعات. مرنت التشست ده كام ساعه، مرنت البايسبس كام ساعه. فانا الوقت اللي مرنته التشست ده جسمي كون مراكز بوينتس كده اقدر اكنترول عليها. هتلاقي ناس بيقدر يكنترول على التشست، مش بس يحركه، مم. لا يحرك كل جزء في التشست. ده ده كنترول. متقسم مش حته بالظبط، مش ده اللي هو- كنترول ليه؟ على قدر التعب او على قدر التمرين وعدد ساعات الشغل على العضلات قدر يكنترول الحاجات دي. فهي دي الموتور يونتس. انا لسه جسمي ما كونهاش، لان هي مم. حاجه يعني جسمي بيجنريت الحاجات دي، يعني بيصنعها. بس ده ليفل بقى يعني فاهم اللي هو ليفل متخصص الوحش. أوي. برو اثليت. ايوه برو. طب بالنسبة للجهاز العصبي بتاعك، تمام، هل ده برضو بيأثر على التمارين؟ طبعا طبعا. ازاي بقى؟ ما هو- ايه الريليشن ما بينهم؟ احنا عندنا حاجه اسمها muscle mind connection. يعني انا عشان اعمل موشن يعني عشان اصلا دراعي يتحرك، مش عضلاتي بتتحرك لوحدها، ما انا لازم اي حاجه لازم يوصل لها دماغك كهرباء. بيدي هي دي الكهرباء بتاعت ده السيستم الكهرباء بتاع جسمي. تمام، مخي بيدي اشاره كهربيه بتمشي في بنسميها ايه، ممكن نسميها ضفيره، مم. زي بالبلدي كده، ضفيره الكهرباء اللي في جسمي هي النيرف سيستم. تمام، فانا دلوقتي البايسبس عشان تعمل كونتراكشن لازم اشاره او كهرباء تعدي توصل هنا للمصل تعمل كونتراكشن. فالمصل هي اللي بتوصل بون ببون. يعني انا عندي هيومرس دي عظمه وهنا في عظمتين، البايسبس بتاتاتش مثلا هنا. تمام، فانا اول ما الاشاره دي توصل هيحصل الكونتراكشن، فالكونتراكشن ده يروح محرك ايدي. تمام، ده بيحصل في جزء من الثانيه كده، كمان ما بنحسوش وما أيوة. بنفكرش فيه الا لو انا مصطنع الكونتراكشن. عشان لو تفتكر بقول لك دايما ايه، مصطنع ازاي؟ اوقات بحتاج انا افيك الكونتراكشن. لو انا مش حاسس العضلات مثلا حته معينه في التشست، فانا بقول لك انا عايز احس الحته دي، مم. انا بلعب اللاين اوف اكشن بتاعها، يعني دايركشن بتاع الحركه انكلاين الجزء العالي، وانا عمال اشتغل في الانكلاين وشغال كتفي مع اني عامل ريتراكشن وساحب كتافي وبوزيشن مظبوط، بس انا بحتاج افيك او انا اطلع الاحساس بتاع الجزء اللي انا عايزه ده. مم. انا اللي بصطنع ده، بعد كده هو جسمي هيطلعه لوحده. اوكي اضحك عليها. بالظبط، انا بضحك على عضلاتي بمعنى اصح. بمعنى اصح. فده بوصل له مع الممارسه، يعني مع الوقت اقدر ان انا اخلي الاشارات توصل للمناطق اللي انا عايزها. وده هيساعدني في ايه؟ هيساعدني ان انا الماسل كونتراكشن او الانقباض العضلي ده ياثر على حجم العضلات وعلى اشكالها. لان انا لو بحرك ايدي بوزن عضلاتي هتكبر، هل هتبقى ديفايند؟ ما اعتقدش. بلح. حتى لو بعمل تكرارات اهو انا مش حاسس عضلاتي. لا دي قصه تانية. دي قصه تانية مش تبعنا دي. لا بس هو انا فعلا ما كنتش بفهم الاول لما تقعد تقول لي حس العضله دي او ركز هنا او مش عارف اعمل ايه، مش اللي هو إحساس اعمل ايه أصلاً. انا أيوة، أعمل انا إيه؟ مركز ان انا دلوقتي كتفي أنا ما عايز أشيل يتخلعش. البتاعة ديت بالظبط. بقى. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه تاني؟ اركز ازاي أحس بالظبط؟ بإيه؟ فلا ميك سنس. دلوقتي بقى عايزين نتكلم على الايفكت بتاع النوم. تمام. تمام، يوجوالي الناس بتاخد بالها من الاكل مم. والورك اوت وبتشرب ميه وتعمل الحاجات بالظبط. اللذيذه دي وتاخد بالظبط. فيتامينز والكلام ده. بالظبط. النوم محدش بيركز فيه قوي، او في العادي يعني مثلا بيبقى عادي. عادي اللي هو ممكن بالظبط. انام 4 ساعات ولا حاجه واقوم وانام تاني كمان ساعتين، اللي هو تمام. مش بتركز ان انت عدد ساعات معين. بالظبط. ايه بقى؟ هو كده النوم بيرفلكت على كل حاجه، على كل حاجه في يومي، يعني مم. بيرفلكت على الصداع بتاعي بقى، النيرفس هو سيستم. المود كده تصحى المود. الصبح قرفان. بالظبط، ما عشان ما نمتش، ما هو النوم هو ده عمال يلقح من اول السؤال. انت مش فاهم انه عشان انا اللي بركز في اكلي
وباخد الفيتامينز آه. ومركز في التدريب، بس ما بنام زي الزفت بالظبط 4-5 وجيت الصبح ساعات قالب وشه وفاهم ازاي. وانا اللي بصحى قالب وشي وكل حاجه، هو بيلقح كلام. تمام. يعني انت بترمي ماشي ايوه. رميها عليه من بدري بالظبط. انا مش مركز بقى عشان ما نمتش امبارح كويس برضه. ماشي. يعني هو الطبيعي ان انا انام يعني باختلاف الاعمار، عشان دي برضو ناس بتغلط فيها، ان انا انام من 6 ل 8 ساعات. تمام. ده لحد سن معين. يعني لو انا بني ادم طبيعي مش بتمرن ممكن ما انامش، انام 5 ساعات بس وهبقى واقوم فايق كل حاجه. الديبندز على انا وانا نايم بخش في الديب سليب امتى. احنا بيحصل حاجه اسمها ديب سليب سايكل. السايكل دي بتبقى كل ساعه ونص تقريبا. يعني كل ساعه ونص، زي انا نمت ساعتين، الساعتين دول باخد ساعه ونص فيهم في نص الساعتين. يعني ممكن اكون بروح في الديب سليب بعد نص ساعه من النوم، ممكن اكون بروح فيها في الديب سليب بعد 10 دقائق. ديبند على جسمك والهرمونز. الهرمون البالانس هي اللي بتعمل كده. يعني لو عندي مشاكل في الهرمونز ممكن ما اعرفش انام، جسمي متكسر. في ناس اتمرن تمرينه تقيله فروح نام كويس، باختلاف الشخص اللي هرمون البالانس عنده هرمون البالانس. بس هو مثلا لو واحد مثلا نام ساعة 10 ساعات وصحي برضو مش قادر لا وتعبان، لا، ما هو ده برضه مشكلة. دي مشكله هنتكلم عليها. بالظبط بليز. تمام. ده نوع تاني من التلقيح. ايوه بجد. بس بالظبط. انا بصحى، هو نام بيصحى 9 الصبح 10 أيوة. ساعات. عايز يهزر وبهجه بقى بس خلاص ويتكلم صحيت. بصوت انا عالي. صحيت. انا بالظبط. لا انا صحيت. فتحت عيني انا خلاص صحيت. اسكت بالظبط. اول ساعه سيبني دي. افوق طبعا. اشرب. لا هي سيبني فوق ساعتين، هي مش ربع ساعة مش 10 دقايق. ماشي، انت ما هو عشان يا ما عم نامش. 5 ساعات ما هو انا ما نامش حر. كويس. لا وعلى نام. فكره هو بيربط كلامك بالموضوع. يعني أيوة. انت قلت انا بصحى وبنزل وبروح الجيم. مم. اول لما بصحى على طول عادي. أيوة. الطاقه موجوده. ايوه لكن انا مش عايز اقعد اتكلم وارغي الصبح. انا ببقى مش قادر. صح. لكن انا عندي الطاقه. انا بالظبط. بصحى استحمى هو والبس تعود. وبروح يعني الجيم. يعني هو مود. تعود ايه؟ ما هو مود. مالوش يومين بيصحى يروح الجيم. هو It's a mood. بالظبط. مود. على فكره انا بروح الجيم من وانا في محتاجين الجامعه. ندرس بس الموضوع خلي ده بالك بره بقى. الكاميرا. اللي اقصده ان سايكلز بتاعت النوم بتفرق في قد ايه جسمي عمل ريكفري للعضلات والنيرفس سيستم. كل عضلات ليها وقت بتريكفر فيه، وبرده باختلاف شخص لشخص. بس انا لو ما نمتش كويس يومي هيبقى كله فيه مشاكل. يعني هيحصل لي مشاكل على مدار اليوم. صح. جسمانيه، جسمي هيبقى مش في حالته الطبيعيه بمجرد ان هو ما نامش كويس. طبعا في حاجات بتساعدني مش بننصح بيها، بس لو انا عندي ارق ما بعرفش انام، فانا اولا لازم اروح لدكتور طبيب يقول لي المشكله فين. تمام. مش مجرد ان انا من نفسي اخد حاجه. بس احنا بحكم كل حاجه بسألك على ميلاتونين دكتور. 5 مللي melatonin وبننام. is healthy. is not it's safe عامه. هو يعني. سيف بس مش كل الناس بيشتغل معايا. لو خدته ما اشتغلش معايا ما اخدش هو 20 مللي أصل جرام. هو يعني لا، وكمان الناس بتفهم انت هو الميلاتونين بتاخده؟ ساعات. بس طب هو الميلاتونين مش منوم. هو مش منوم. هو بيخليك لما انت تنام براحتك بتخش الديب سليب. ديب سليب اسهل. لكن أوكي. هو مش حبايه زي المنوم. فالناس أيوة. بتاخده تقول لك ما نيمنيش. ما هو مش هينيمك بالظبط. او ينيمك. هو بالظبط. لما تنام هتغطس بالظبط بسرعه. بالظبط. طب انا برضو ساعات بلاحظ ان انا لما ببقى تعبان قوي ما بعرفش انام من وارد. كتر ما انا تعبان. بالظبط. ما بعرفش غير اللي انت قلت واحد بيتمرن تمارين جامده فبيروح ينام. بالظبط. لا انا مش قادر. تمام. وارد ان انا جسمي ما يعرفش يعمل شات داون وانا تعبان، عشان بيبقى الرت. يعني انت Yeah. جسمك فايق ليه؟ لان الدم في كل حته في جسمي. انا اكتف. يعني كل حاجه اكتف في جسمي. هنام ازاي؟ لازم انا بقى ادخل جسمي للمود. يعني ممكن اخد شاور ميه سخنه بتخرج الدم للاطراف. لما الدم بيخرج للاطراف بيقل من هنا، بيقل شويه. بس طبعا مش ميه سخنه خليت الشاور كله دخان وقعدت نص ساعه جوه. لا، هو بس جسمي يحس اول ما اطرافي بتحس الميه السخنه، بالذات ايديا او الاجزاء القريبه من الكتاف، كل ما جسمي بيهدى. فجسمي لما يهدى انا بقى ممكن اخد حاجه وليكن درينك او مثلا حاجه طبيعيه بتعمل كولينج داون للجسم. زي عندي الحاجات الطبيعيه، الكاموميل، عندي البابونيك، دي كلها اعشاب. وفي حاجات بتتباع اوريدي بتعمل ريلاكسيشن. ده ممكن
احضر نفسي او احضر جسمي للنوم مم. لو انا عندي الارق ده او عندي المشكله دي، وده هيساعدني ادخل في الديب سليب. بس انا لو واحد جالك الجيم مثلا وقال لك انه انا ما نمتش كويس، هل ده بقى بيفرق معاك في طبعا. التمارين؟ طبعا اوكي. زي بالظبط ما يجي لي حد موده وحش بتفرق قوي يعني. آه. لو واحد جاي جالك لي قبل كده مود وحش؟ انا بحس حصلت. هو أنا بيحس. بحس. كل يوم. وعلى فكره اللي عجبني بقى فيه ان هو ما بيسالش، اللي هو مش من النوع اللي هو انت مودك ما وحش. خايف. هو في اي كونتاكت. لا، هو لا، على طول بس انا هو شايفه عايز عارف. يخلصك هو ويمشيك شايفه وخلاص. قرفان مش طايق نفسه. ما هو على حسب، احنا في الاول قلنا ايه، الناس انواع يعني. مم. انا دلوقتي في اللي جاي الجيم يهزر، في وعايز اللي يتقل. جاي الجيم يسوشيالايز بمعنى أيوه. اصح، في اللي جاي الجيم يعمل الاثنين، يتبسط مم. ويتمرن ويعمل عضلات، في اللي جاي عنده تارجت، هو انا داخل الجيم انا قافل على نفسي، مم. هعمل تمريني ساعه وهمشي. ثانك يو. مم. فانا لو شايف اللي قدامي الكلاينت جاي مبسوط وعمال يبص حواليه وبيسلم على ده موده حلو، هل انا ابوظ له موده؟ اقول له لا تعالى اعمل لي ده وانزل واطلع؟ اكيد لا. مم. انا يعني ده بقى نوع من انواع الموتيفيشن، يعني انا شايفه جاي مبسوط فعايزه يشوف الانبساط ده في الجيم، يعني مم. يلاقي ريزلت من اللي هو جاي مبسوط. حد جاي في الشغل النهارده كان يوم وحش، طالع عينه، جاي من ميتنج على مكالمة شغل فيها مشكلة وبيحلها، هو اصلا دماغه مش في التمرين، هل هيتمرن؟ هل هيبني عضلات اصلا؟ او حتى الجول بتاعه ان هو يلوز ويت، حتى مش يلوز فات والله مش ولا هيعرف يلوز مم. ويت يعني، صح. لا هيقل فات ولا ماسلز بحكم ان هو دماغه شغاله، مش هيعرف يركز. فهل انا اقول له لا تعالى وركز لي بقى واسحب لي كتافك؟ مفيش الكلام ده، مش هيركز معايا، هو مش هيجي اصلا، هو يعني هو ما جاش، هو موجود بجسمه بس دماغه مش معانا. موجود. اه والله هو ما جاش. فده اللي بيفرق، ده اللي بيفرق. طب في ناس بقى الماسلز عندها بتكبر بسرعه، بتستجيب، طبعا. تمام. في ناس بلح، تمام. بالظبط. يعني الاداء مش بيتحسن، فاهم ازاي؟ ايه بقى انت ممكن تعمل له ايه، او ايه السبب، او ايه بص على حسب إذا طبيعه الجسم زي ما تكنيك؟ اتكلمنا. طب مثلا لسه ايه طبيعي جسمنا؟ مم. بلح خالص خالص. زيرو. لا 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 لا. فاهم ازاي؟ انا بقى مثلا اللي بيتخن على طول ده مهم. من اي حاجه صغيره، اي اكل، تمام. ايه الديفيشنسي ممكن تكون في ايه؟ المشكله فين؟ ممكن يبقى عندي حاجه اسمها الميتابوليزم او الحرق، معدل الحرق. هو في مشكله من مثلا من الجلانت، يعني عندي غده افرازها عالي شويه. ممكن حاجه ميديكال يعني. اه طب ما احنا ده إيه بنعرف بقى؟ ده من طب ما دي عامل تيست بنعمل ولا تحاليل. شو؟ تحاليل غده. ايه ده تحاليل ايه؟ تي الغده. 3 وتي 4، يعني تي 3 وتي اكت- 4 إيه، دي باشمهندس، تحاليل. ممكن تكتب؟ لا الناس جاي بقى بتسألوك على الشاشه أخدها. دلوقتي تمام، تروح معمل فلاني والله عايز اعملهم اشوف ممكن يكون في ديفيشنسي. أيوة، في تحاليل هقول لك عليها. تمام. والله. هم اساسيه دول ريليتد للغده، التي 3 تي 4 تي مش 3 عارف تي ايه. 4 دول اساسيين. وعندي حاجه تانية ممكن تكون مؤثره، اللي هي بنسميها مقاومه الانسولين. امم الانسولين لما جسمي بيطلع انسولين كتير، يعني باكل حاجات فيها سكر كتير. لا لا، بس باكلش هو- حاجات فيها لو خالص. انا بقول لو اه وارد يجي لي انسولين ريزيست، امم ووارد ان انا اصلا تبقى عندي بالوراثه. يعني في حاجه بنسميها السكر التراكمي، ده تحليل بنعمله. السكر التراكمي ده بيبين لي على حسب الرينج، هو قبل ال 5.7 او 5.9 ولا بعد، يعني عديت كسرت الرقم ده ودخلت في الستة، يعني فوق الرقم 6، ولا قبل اللي هو من 4 ل 5.7 او 5.9. الحته دي انا بنسميها بري دايابيتك، انت هنا قبل ما بتبقى مريض سكر. تمام. وانت ما تعرفش ليه، لان انا طول حياتي باكل بقى جانك وما اعرفش، وما عنديش حد في العيله عنده مشكله ان هو عنده مرض سكري او حاجه، لا خالص. بس انا ممكن يجي لي دايابيتك عشان اكلي غلط طول حياتي. وتظهر امتى؟ تظهر مثلا وانا عندي 40 سنه، اوكي. يقول لك ده انفعل فجاله السكر. لا، هي بتبقى حاجه هي جرادوالي، ولايف ستايل وطبيعه اكل وكل حاجه، وبرده ممكن تبقى وراثيه. تمام. فده من ضمن التحاليل الاساسيه اللي انا لازم ابقى عامله عشان اتاكد ان ما عنديش مشكله فيه، لان لو عندي مشكله فيه انا اكلي هيتغير تماما. وممكن ابتدي استعين بدكتور يظبط لي الانسولين. اوكي. يعني ممكن ابقى باخد دواء بياخده مريض سكر، مفيش مشكله، بس دكتور شاف تحليل مظبوط وعمله مثلا بعديها بشهر اتاكد ان النسبه بتقل مش ثابته في مكانها، فلازم دكتور. واو. خلاص أساسي. بقى هعمل البتوع دي.
يا نو أساسيين. اصل في ناس حرام بتقعد فعلا بتحاول وبتروح بالظبط. الجيم وكده بس ما بتخسش. ماشي. وده برضه بيرجعنا لطبيعه الجسم زي ما اتكلمنا. عندنا 3 انواع اساسيين بيتفرع منهم انواع تانية، بس الاساسيين ان احنا عندنا طبيعه الجسم. لو واحد نحيف كتافه رفيعه ووسطه رفيع، يعني النحيف، يعني لو ينفع نذكر اسماء، في ناس بتبقى رفيعه ممثلين يعني رفيع. عايز يعني مثلا فورمه محمد رمضان مثلا، هو كتافه عريض عشان الماسلز اللي اتبنت، لكن هو في الطبيعي هو رفيع، البيز الصغير، وسطه كنز وكتافه كنزه. فده احنا بنسميه هنا صح. اكتومورف بيجين ماسلز حلوه قوي، مش بيجين فات اصلا، يعني الفات ما بتبانش، وارد تتخزن جوه يعني حوالين الاحشاء بس خفيفه. في نوع تاني اللي هو الميزومورف. انت ميزو خربانه. لا مش خربان ولا حاجه. الميزومورف حساسيه الانسولين عنده عاليه. حساسيه الانسولين اللي هي sensitivity مش resistance. sensitivity يعني انا جسمي بيشم الكاربس، اول ما اكل اي كاربس تبان عليا، تبان على طول. ده بجد. في ساعتها انام واصحى بطني كبرت. صح. ده قلنا الميزومورف. في ناس ما بين الاثنين، تمام، وفي ناس ما بين الميزومورف والاخر واحد بنسميه الاندومورف. الاندومورف كتفه صغير ووسطه عريض، كتفه اصغر او مقاس كتفه من هنا من العظم مش من الماسلز. يعني الكلافيكل دي الترقوه دي، عظمه الترقوه دي اخرها في السكابيلا اللي هي في ظهري. ده كده الليميت بتاع بنقيس الويتس وبنقيس الويتس بتاع الهيب. فاحنا بنشوف هل المسافه دي اكبر من الكتف. لو اكبر هو ده اندومورف. اندومورف بيجين الاثنين، الفات وبيجين الماسلز، بس عمره ما هيبقى فورمه. يعني عمره ما هتشوف الشكل اللي انت عايز تشوفه، اللي هو كتاف عريضه ووسط لا ممكن اكون اندومورف. لا مش اندو. انا من تحت الدنيا مش اندو. لا انا شايف، انا شايف ماشي. بمجرد يعني اول ما اشوفك هعرف أيوة. انت ايه. عشان كده هتلاقي كتير كوتشز لو انت مثلا حتى بتتمرن مع حد اونلاين يقول لك تصور. هو مش عشان بس يشوف العضلات حصل فيها ايه، لا هو في اول نظره هو بيشوف شكل الكتف عامل ازاي. لان الاجسام انواع، غير ان هم فيزز وغير ان هو الجينات بتفرق، لا هو شكل الجسم بيفرق. هعرف اشتغل معاك ازاي يعني بحكم الشغل، بحكم ان انت تتمرن. يعني مره الناس كتيره عرف طبيعه الجسم. لا ده هديله التمرين معين مع اكل معين، لا هيجين عليه بسرعه ماسلز، هيلوز فات عليه بسرعه، بحكم ان هو شايف بس الفيز. بيقدر يعني انت عرفت ازاي او انا ايه او هو ايه او يعني ما هو مش ده هو ايه. هو ما بين الميزو، يعني هو مايل اكتر للميزو، بس هو في حته في الجينات بتاعته اكتو. يعني هو يقدر يشرد عادي، بس هي بتاخد وقت. وانا مش هشرد وتقدر تشرد بس هتاخد وقت اكبر شويه والتزام اكبر شويه. لا مش هشرد، فاهمني؟ لا بس على فكره ده مش حاجه تحبط الواحد، لا دي بالعكس، دي حاجه تطمنك. دي هو تبقى عارف عشان تعرف تعمل ايه بالظبط. تبقى عارف طبيعه جسمك بيعمل ايه، فتشوف الحاجات المناسبه ليه وتبدا تمشي عليه البروسيس، يعني تمشي عليها ازاي. والله لا حلو قوي. متشكر جدا، كانت حلقه حلوه قوي يعني. نتمنى على التحاليل دلوقتي. حاضر تبقى لك حلقه روشته حلوه. لا انا متاكد. لا والله تسبيلي ديب وفهمت حاجات كتيره جدا. في حاجات كتير ما فهمتهاش بس عادي لما نقرا لما اتفرج يعني هبقى افهمها. انت فاهم بعد الحلقه ان هو كنت فاهم بالظبط انت بتقول ايه. بس والله انترستنج يعني انا بحب الحاجات. ايوه لا حلوه قوي. فهمت يعني، فاهم ليه كل واحد بيعمل حاجات معينه. بالظبط. دي اهم حاجه. ان شاء الله تساعد سعيد انه يظبط نومه ويصحى زي الناس النورمال اللي هم صحيين كويسين. والله نومي يتحسن بكتير، بس يصحى بقى موده كويس. التمرين والله بيحسن النوم. ايوه جدا يعني ايوه كتير جدا. بحس ان انا نومي دلوقتي ديب اكتر. مود بعد النوم. والاشواجندا بقيت باخد اشواجندا بتفرق جدا. أيوة. طبعا حلو. Thank you بريزي. Thank you حبيبي. Thank you so much for watching. نتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا النهارده و stay safe و keep smiling. Thank you. Subscribe. باي.